تعيطش ما تعيطش. لوحدي كده. انا بخش في جيبي 1000 جنيه 2000 جنيه، وكان في عز الجنيه كان جنيه. كنت اصرف بقى انا مره كنت في رمسيس وعلى الكوبري بتاع محطة مصر وماشي معايا 1000 جنيه واد خبطني كده في رجلي. معلش يا عم الحاج، كان عندي بتاع سنة. معلش يا عم الحاج، معلش. ما فضل على جيبي مسافة ما عمل لي كده ومشي، بحط ايدي على جيبي ما لقيتش الجنيه. سرقت دلوقتي؟ لا دلوقتي مفيش حب. دلوقتي حاليا معلش انا اسف كل الشباب. انا اساس مهنتي صنايعي خراط ميكانيكي. بعمل المواتير بتاع العربيات. دخلنا كان عندنا كافتيريا زي الكافيه رمسيس في احمد حلمي. الحمد لله علمت عيالي 2 كان واحد الله يرحمه. مساء الخير. مساء النور. ممكن نقعد مع حضرتك شويه؟ اتفضلي. عم ظريف عمل ايه في حياته؟ يا الحمد لله انا تعبت اشتغلت علمت عيالي 2 كان واحد الله يرحمه. لا ما تعيطش ما تعيطش. لوحدي كده. بتفتكرهم؟ افتكروا الله اكبر. لوحدي كده. مفيش حد بيهون عليه حد بيحبه. من اولى سنه ما صرفتش على تعب. هو عامل جمعيه قال لي يا بابا انا عاوزك تبقى انا احمل عريس. بس الجمعيه هو جاب لي بيبه وانا عندي حنين يعني. ربنا يرحمه يا رب. انا بقى كل ما افتكر له اي حاجه لوحدي كده. حتى لو شفت واحد من زمان ياخدني من بتاع ويجيب لي بقى اول ما يجيب لي اي حاجه بص ما بعرفش امسك نفسي. ده كان اكبر وجع في حياتك. حنين. اخترت ليه ان انت تبقى قاعد في قهوه؟ المهنه دي عامه. انا اساس مهنتي صنايعي خراط ميكانيكي. بعمل المواتير بتاع العربيات. دخلنا كان عندنا كافتيريا زي الكافيه رمسيس في احمد حلمي. انا بخش في جيبي 1000 جنيه 2000 جنيه، وكان في عز الجنيه كان جنيه. كنت اصرف بقى ما بشتغلش اروح اجيب 2000 جنيه من الكافيه، اروح اسكندريه، اروح الزقازيق، اروح طنطا المنصوره. لفيت كتير يعني. وانت صغير في المدرسه والحاجات دي كان ايه الطف المواقف اللي بتحصل معاك؟ انا كان حياتي كلها فسح، كنت كل يوم في بلد شكل. اتجوزت كبير يعني. معايا موتوره بقى لها 40 سنه ما فكرتش في يوم تقول لي هات لي جيبه ولا هات لي فستان ولا وديني الكوافير ولا فسحني ولا بتاع. كلمني بقى عن اول حب في حياتك. السبعينات بنت عمي. البنت كانت جميله جدا يعني. شفتي ليلى علوي؟ احلى من ليلى علوي. لسه فاكرها؟ والله وبقابلها ومعانا وبقابلها في القاهره. الحب ده حاجه ثانيه ما تنسيش ابدا. في فرق ما بين الحب زمان والحب دلوقتي؟ لا دلوقتي مفيش حب. دلوقتي حاليا معلش انا اسف كل الشباب تلاقي 1% اللي هو او 1% اللي هو صادق. يعني ممكن واحد يخش عليك انا وانا ابويا وزير وانا مش عارف يفرش لك البحر طحينه وبتاع وانت تتغرب فيه. تقول هو ده شريك حياتي. بعد كده ممكن يطلع نصاب. تفتكر موقف حصل معاك لحد سنك دلوقتي فاكره بحذافيره ما بتنساهوش؟ انا مره كنت في رمسيس وعلى الكوبري بتاع محطة مصر وماشي معايا 1000 جنيه واد خبطني كده في رجلي. معلش يا عم الحاج معلش. ما فضل على جيبي مسافه ما عمل لي كده ومشي، بحط ايدي على جيبي ما لقيتش الجنيه. سرقت؟ طب كلمنا بقى عن اشقى واحد كان في الفصل زمان وهو معاك في الابتدائي وفي الاعدادي، كان شقي قوي، تفتكره لحد دلوقتي؟ في واحد اسمه جمال. سيدنا ليه هو صديق يعني كان ممكن يبيع نفسه عشان. لسه اصحاب لحد دلوقتي؟ لا دلوقتي ما بقابلوش والله ما عارف عايش ولا ميت. انا عايزه منك نصيحه للدنيا كلها. نصيحه بس. نصيحه اللي هو الانسان ما يعملش حاجه غلط، ما يمشيش في الحرام ويبقى كويس ويبص لمستقبله ويبص لعياله. شكرا يا عم ظريف، وبجد انبسطنا جدا باللقاء معاك.
انا سعيد وان شاء الله تفضل طول الوقت منور الدنيا أنا كلها. أسعد والله.